هنعمل معاكم دلوقتي مهلبية قمر الدين ومهلبية البيضة ميكس مع بعض، وهتشوفوا طريقتها دلوقتي هتتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ طبعا العيد خلص، فالنهارده يعتبر رابع يوم العيد. الرابع. في اجازة برضو. في اجازة يعتبر، يعني ايه، خلينا بقى العيد الصغير يبقى ايه كبير شوية، يعني مش 3 ايام. فطبعا كل سنة وانتم طيبين كده، ويعود عليكم الايام بخير. فطبعا احنا لسه طالعين من رمضان، فاكيد كله يعني ان شاء الله جايب قمر الدين. فقلنا النهارده نعمل لكم حاجه حلوه كده خفيفه بقى، طبعا مع السهره والاجازه. بتلاقي حاجه حلوه برضو تاكليها، يعتبر برضو في العيد وكده في السهره. فطبعا كلنا عند جايبين قمر الدين، فاكيد يعني في عندكم لسه في حاجه بقى، او حاجه هنجيب قمر الدين ونعمله دلوقتي حاجه حلوه، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. فطبعا قمر الدين معانا اهو زي ما انتم شايفين اهو. فهنقصقصه مع بعض احسن حاجه، عشان ما تقصقصيه تقطعي بالسكينه مش هيبقى مظبوط معاكي. فدلوقتي هنقصه بالمقص. فهنقصه حتت صغيره عشان خاطر لما تحطيه في الحله وتيجي طبعا على النار عشان يدوب، هيبقى حتت صغيره، ما يبقاش حتت كبيره ان هي ما تدوبش او تبقى مكلكعه. فهنعمله زي ما انتم شايفينه كده حتت صغيره. هنقصقصه بقى كله مع بعض. هنقصقصها كده حتت صغيره كده عشان في الغليان تدوب بسرعه. ودي بقى ايه قمر الدين اللي كانت عندنا طبعا برمضان، هنعملها حاجه حلوه زي ما انتم شايفينها كده. طبعا اهي زي ما قصيناها كده زي ما انتم شايفينها مع بعض. فدي مقصصينها حتت صغيره عشان تدوب مع الغليان في الميه. فالحاجه الحلوه اللي بقول لكم عليها اللي هتنفع في العيد طبعا وفي السهره مهلبيه. ومهلبيه هتبقى مش قمر الدين بس، هتبقى نوعين، يعني جزء باللبن مهلبيه بيضه والجزء التاني بقمر الدين. فهتشوفوا بقى مع بعض. هنحط بقى اللي احنا قصقصناه ده في قلب الحله هنا اهو، ونحط عليها الميه. انا بقى زي ما انتم شايفين كده قطعناها حتت وحطيناها في قلب الحله. فهنجيب بقى الميه، المج زي ده كده هنحط عليه 2 مجين. ادي ايه المج التاني اهو زي ما انتم شايفين. هنسيبها بقى تغلي مع بعض كده لحد ما تدوب، وبعد كده نقلبها هتلاقيها دابت معاكي. احنا هنا خلاص سيبنا القمر الدين على النار بيغلي لحد ما هيدوب، ونقعد نقلب فيه وهيدوب معانا. هنا بقى عشان نعمله بقى النشا بتاعه، فهنجيب بوله زي دي كده، وهنجيب مج ميه، ونحط هنا ونحط فيها النشا. هنحط في النشا بقى ايه على قمر الدين وعلى اللبن. هنحط كده زي 5 معالق زي ما انتوا شايفين كده. دي كده ايه 1 2 3 4 5، ونقعد ندوب فيهم لحد ما يدوبوا معانا خالص. السكر في بيحطوا في الحله مع قمر الدين او في المهلبيه البيضاء، وفي بيحطوا هنا. انا بحط على طول في البوله دي مع النشا عشان انا ادوبه معايا ما يكلكعش على النار. وهنا طبعا دوبنا النشا في قلب الميه، فهنحط لها بقى السكر. هنحط لها زي 6 معالق او 7، دي تبع الرغبه. يعني انت لو بتحبيها مسكره قوي زودي، لو مش بتحبيها قوي قللي. بس دي عشان الاتنين اللي هو قمر الدين واللبن الاتنين مع بعض، انا باخد نصها هنا ونصها هنا. فكده 4 5 6 عشان هما بيحبوها مسكره شويه. وهندوبها بقى مع بعض عشان لما نيجي نقلب يبقى السكر مع النشا مع الميه مع الحاجه كلها موجود. وهنقلبها بقى مع بعض ونروح نحطها هنا وهنا. دلوقتي بقى حبايبي احنا دلوقتي قمر الدين بصي صحي ازاي. فهنقعد نقلب فيه كده، وهننزل عليه بقى اهي قمر الدين بيغلي، هننزل عليه بالنشا اللي احنا مدوبينها في الميه في السكر. بس هننزل عليه ايه ونقلب. بصي ايد، يعني ايد ماسكه النشا وايد ماسكه المعلقه وتقلبي. بس هننزل نصها مش كلها. وعندنا هنا اللبن اهو زي ما انتوا شايفينه، هننزل عليه بالنص التاني زي ما انتوا شايفينه، وهنقلب برضه لان انا غاليه اللبن زي ما انتوا شايفين كده. يبقى نزلنا نص النشا بالسكر اللي مدوبينه في الميه، نصها في اللبن والنص التاني في القمر الدين. هنفضل نقلب كده مع بعض لحد ما يتماسكوا، اللبن يتماسك مع النشا والسكر. وهنا طبعا النص التاني اهي المعلقه التانية عشان اللبن مينزلش في قمر الدين. زي ما انتوا شايفينها كده ايه، يعني تقلت مع بعض او تماسكت في بعض كده بسبب النشا طبعا مع الغليان اهو. زي ما انتوا شايفين تفضلي تقلبي تقلبي عشان ما فيش حاجه ايه تكلكع معاكي. وتروحي برضو بالمعلقه التانية انا ماسكه الاتنين، وهتقلبي في ايه في اللبن برضو مع النشا ومع السكر اللي انتوا مدباهم في الميه وكلهم مع بعض.
لحد برضو ما يتماسكوا معاكي. اللي انا لسه عليه شويه بس يغلي ماشي، والنشا ايه مع قمر الدين تماسك هنا شويه. طبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك واللايك، واهم حاجه كده تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهنا زي ما انتم شايفينها كده، بصوا في قلب الحله، بصوا بتعمل ازاي، بتبقبق وبتغلي. انت هتشوفيها هتلاقيها تقلت زي ما انتم شايفينها كده. يعني لا تكون تقيله قوي ماسكه ولا تكون خفيفه، انك هي ما تمسكش، تبقى وسط يعني. طبعا اللبن اهو بيغلي اهو، بص تقل خالص اهو. ده وده بصي بقى ايه قوامه متماسك يعني حلو. فهنطفي عليه بقى وتشوفوا بقى شكله. دلوقتي بقى حبايبي احنا خلاص عملناه على النار وطفينا، وهنصبها بقى مع بعض. البيضه البيضه زي ما انتم شايفينها اهي اهي. هنحطها بقى مع بعض، دي بقى تبقى تحت اهو كده زي ما انتم شايفينها. تدخل التلاجة وتبرد بتمسك اكتر من كده بياما، بس انا مش عايزاها تمسك قوي تبقى تقيله قوي ولا تبقى خفيفه، تبقى وسط اهو. كرنيب كرنيب عشان تبقي عارفه ايه المقدار اللي انت بتحطيه. صبينا طبعا المهلبيه اللي هي البيضه تحت في الاول، بعد كده هنصب بقى اللي هي قمر الدين زي ما انتم شايفينها. بس كل ما بتبرد كل ما بتتماسك اكتر، تبقى متماسكه. فهناخد برضو بالكرنيب كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى ايه في كل صحن كده كرنيب قمر الدين، نظبطه كده معاهم، نظبطه بعد كده. وادي ايه كل واحده ايه زي ما انتم شايفين كده قمر الدين يبقى على الوش. دلوقتي بقى بعد ما صبينا المهلبيه اللي هي البيضه تحت زي ما انتم شايفين كده، ابص منظرها البيضه تحت واللي هي قمر الدين فوق، فبتدي بقى الشكل الجميل ده زي ما انتم شايفينه. اهي الاطباق كلها زي ما انتم شايفينها اهي، مهلبيه البيضه وبعد كده قمر الدين اللي هي المهلبيه بتاعت قمر الدين يعني. فبتحطيها بقى بشكلين كده بتدي شكل خطير. اما تيجي حتى تقدميها كده وهم سهرانين في العيد كده وقاعدين قاعده حلوه، بتدي يعني تفاؤل كده وحاجه يعني فيها سعاده. فهنحط بقى الوش بقى اي حاجه على الوش زينيها بيها، اي حاجه عندك يعني. مثلا عندك زبيب من رمضان، عندك جوز هند، عندك سوداني، عندك اي حاجه مكسرات، اي حاجه حطيها على الوش بتديها يعني شكل ومنظر حلو وفايده برده في الاخر. فهنا السوداني طبعا هنحطه بقى على الوش كده زي ما انتم شايفينه. وهنحط بعد كده بقى ايه يعني الموجود عندنا نحط، يعني مش شرط حاجه واحده يعني. وهنا برضو ايه نفس الطبق كده زيه، وهنا كده اهو زي ما انتم شايفين كده بيدي شكل جميل. وفي الاخر السوداني والمكسر اي حاجه بتحطيها تديها شكل جميل وفايده في الاخر. حطينا بقى السوداني على الوش، بعد كده زي ما قلت الموجود عندكم هتحطوه يعني تزينوا بيه الوش. هنحط هنا نكمل بقى كده زي ما انتم شايفين المنظر ده، زبيب جوز هند مكسرات يعني الموجود يعني. انا بحب ايه يعني زي ما بقول كده حلاوتها وبساطتها يعني. كل ما تبسطي الاكل بيطلع معاكي جميل وحلو، وفي الاخر كلها فوائد يعني عايده عليهم، يعني عايده على ابنائك على معاكي يعني، زي عايده عليكم جميعا يعني بالفايده كده. بقى حبايبي يكون عملنا مع بعض زي ما انتم شايفين حاجه حلوه للعيد. فهنا طبعا المهلبيه قمر الدين زي ما انتم شايفينها مع المهلبيه البيضاء مديه ميكس مع بعض، وعليها طبعا اي حاجه تزيني بيها الوش، مكسرات سوداني زبيب جوز هند اي حاجه عندك. طبعا احنا طالعين من رمضان فاكيد لسه في حاجات موجوده. فزي ما انتم شايفين كده الوش زيناه بقى شكله جميل قوي، ودي حاجه حلوه بتتاكل يعني، وحاجه بتدي بهجه يعني وفرحه وفيها فايده في الاخر. وطبعا وانتوا قاعدين في العيد او بعد العيد احنا كملت العيد يعني، ففي السهره ما بتديهم حاجه حلوه زي دي يعني بتبقى حاجه جميله يعني وسعاده ليهم. فايه رايكم بقى في شكلها؟ وطبعا لو وصلت لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس، واهم حاجه طبعا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.